الناس اللي بتشتري عربيات جديده خد بالك علشان خاطر ما تاخدش عربيه تبقى شايله معجون قد كده. العربيه وهي بتنقل من التوكيل للمعرض او من اي مكان لاي مكان يحصل فيها بلاوي، وفي الاخر العربيات دي هتتعرض على اساس انها لسه جديده وما فيهاش اي حاجه، وبعد ما تتصلح. طب بالكم الموضوع ده مش اول مره، يعني الموضوع مش جديد علينا، بس جديد لسه برضه على الناس. يعني الموضوع برضه مش معروف قوي ان التوكيلات والمعارض بيعملوا الحركات دي، الا من رحم ربي. في ناس محترمه فعلا ما عندهمش الحاجات دي خالص. انا رحت مع كذا عميل نستلم كذا عربيه قبل كده وبلاقي بلاوي سودا، يعني مش الموضوع مش جديد عليا. رحت في مره لقيت عربيه فيها مشكله في القايم كان مخبوط حاجه طوبه جت عليه حاجه زي كده، فشايل نسبه معجون عاليه في القايم. طبعا المشتري لو كان اشترى العربيه لسه جديده ما ركبتش نمر، زيرو لسه جايبه من المعرض، لو كان اشترى العربيه وما كانش فحص وفكر يبيع بعد 5 6 سنين، يجي واحد زي حالاتي يفحص له العربيه عشان خاطر يشتريها منه مثلا، يلاقي العربيه فيها خبطه في القايم. تخيل حجم المصيبه بالنسبه له هتبقى عامله ازاي. كان في برضو من فتره عربيات زيرو لسه، عربيه داخله في النفق اللي هي اللي مش شايله العربيات في الصوره كده، جابت كل السقف بتاع العربيات. فالموضوع مش جديد. فانا بنصح الناس اللي بتشتري عربيه جديده او عربيه زيرو من معرض او من وكيل، خد معاك حد يفحص العربيه كويس. ولو المعرض رفض ان هو يشتغل باجهزه، اقول له لا انا مش هستلم عربيه كده. لازم تطمن ان مفيش مسمار في العربيه اتفك قبل كده، يكون المسمار بتاع الباب مثلا او كبوت او اي حاجه في العربيه لازم تحطش فيه مفتاح. لما يتحط المفتاح في المسمار بيعلم، الحواف بتاعته بتعلم اثار الفك والربط. فاوعى تاخد حاجه زي كده. لك دلوقتي كام صوره كده، برضو كان العربيه فحصتها برضو قبل كده، الورق يعزل بيه البوهياجي نسي يشيله، الورق ده نسي يشيله، روح اشتري مستعمل احسن. والله مش بعادي حد ولا توكيلات ولا معارض، انا بس بنصح الناس عشان خاطر ما حدش يتنصب عليه. مش بقول لك ما تشتريش من حد او مش بذكر حد باسمه، فانا بقول لك بس كل ما في الامر انك بص على العربيه كويس. عربيه جديده او مستعمله بص عليها كويس، هات حد يبص لك عليها ويكون باجهزه يفحص لك العربيه، يطمن ان العربيه ما فيهاش اي مشاكل، بدل ما تيجي بعد كده تيجي في اعاده بيع تبيع تبص تلاقي العربيه اصلا كان فيها مشكله كبيره، سقف متغير ولا قايم مخبوط ولا حتى ان شاء الله باب مدهون فيه دهان مثلا او حته معجون بسيطه. انت بتشتري زيرو. وحتى لما بتشتري مستعمل اللي بيبيع لك العربيه وبيقول لك العربيه فابريكا بره وجوه، بيعلي لك السعر جامد قوي عشان كلمه فابريكا بره وجوه. فلما تيجي تبيع وتلاقي فيه دهان في كبوت، انت بالنسبه لك لما مش هتبقى فابريكا بره وجوه، اللي هيجي يشتري منك لا يقول لك لا يا باشا ده في خبطه او في دهان في الكبوت، مش هتبقى زيها زي الفابريكا بره وجوه. طبعا الفحص ده لابد منه. لو هتصرف 10000 جنيه فحص تضمن ان العربيه سليمه. وتاني انا مش بعادي حد، لا توكيل ولا معرض ولا تاجر. انا كل ما في الامر بنصح الناس اللي بتشتري، عشان ما حدش بس يجي يقعد كل شويه يكلمني ويقول لي انت ايه الكلام اللي بتقوله وبتاع والكلام ده. انا بنصح الناس اللي بتشتري، يا عم الحاج وانت رايح تشتري عربيه مستعمله زيرو مفيش فرق ما بينهم، اديك شايف اهو مستعمله او زيرو، هات حد يفحص العربيه كويس، اتاكد ان العربيه ما فيهاش مشكله، اتاكد ان العربيه سليمه زي ما اللي بيبيع لك بيقول لك سليمه. ده بالنسبه للمستعمل. بالنسبه للزيرو استلم العربيه بفني فحص، استلم كل حاجه، حتى فرد الكاوتش ممكن يديها لك يكون مبدل الكاوتش بكاوتش قديم، مثلا جايبها موديل 25 هيبقى الكاوتش لو هي في اخر 25 الكاوتش في اول 25، لو هي في اول 25 هيبقى الكاوتش في 6 24. يعني خلي الفني يكتب لك كل التفاصيل، حتى الكاوتش انتاج كذا، فلازم يكون انتاجه متوافق مع انتاج العربيه. العربيه جايه لك في 25 يبقى الكاوتش في اول 25 او في اخر 24. في حاجات كتيره قوي يعني الفني بقى المفروض اللي هيجي لك يكون فاهم. فما تستلمش عربيه زيرو او مستعمل غير لما تفحص. ربنا يسترها علينا وعليكم. سلام.